هو إزاي شوية حديد ماشي فيه شوية كهربا ممكن يتعلموا إزاي يفكروا زيك بالضبط. السر هنا في النيورال نتورك وده العلم اللي قايم عليه كل علوم الذكاء الصناعي. عشان تفهمها تخيل إنك بتعلم طفل صغير إيه الفرق بين الزرافة والفيل، فعرضت عليه صورة للفيل فهو قال لك ده زرافة. هنا أنت بترد على الطفل الصغير وتقول له الكلام ده غلط، الفيل ليه زلومة والزرافة رقبتها طويلة. وطبعا مع التكرار الطفل هيقدر يميز فعلا بين الفيل والزرافة. نفس الكلام في الشبكة العصبية، بترسم مسارين للاحتمالين دول، وبرضه بتخمن الإجابة وبتعمل حاجة اسمها adjusting weight اللي هو تعديل الأوزان، يعني بتعاقب المسار الخطأ وبتضعفه وبتكافئ المسار الصح وبتقويه. طبعا في مثال الطفل، طفل صغير هيحتاج يشوف الفيل 10 مرات عشان يتعلم، ولكن الشبكة العصبية بتشوف ملايين الصور وبتعدل في الويت ملايين المرات لحد ما توصل لمرحلة إن هي تميز الصور أحسن مني ومنك. أديك دلوقتي فهمت إن الذكاء الصناعي هي شوية راديوات بتحاول تقلد عظمة مخ الإنسان. وبالمناسبة ودي معلومة هقولها لك، الذكاء الصناعي مهما تطور عمره ما هيقدر يوصل 1% من ذكاء الإنسان. المهم إن أنا خلصت، فلو عايز محتوى تقني جامد كده فأنت لازم تتابعني.